الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فهو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أيها الإخوة في الله، إن الكون كتاب مفتوح جعله الله تبارك وتعالى ليقرأ بكل لغة وكل لسان، ويدرك بكل الحواس وبشتى الوسائل، للوقوف على صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه. فالسماء وارتفاعها واتساعها وما فيها من كواكب نيرة ونجوم زاهرة، والأرض وانبساطها وانخفاضها وما فيها من جبال وبحار وأنهار وثمار وأشجار وإنسان وحيوان، تجعل القلب ينطق قبل اللسان يقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. تلك الحدائق المبهجة التي ترونها في مشارق الأرض ومغاربها، والماء الذي يتخللها وبه تحيا النفوس والمهج، من الذي أوجد ذلك؟ إنه الله عز وجل. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. من الذي خلق الأرض وجعل فيها الجبال أوتادا وشق فيها المياه بحارا وأنهارا وجعل في السماء أفلاكا؟ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. لمن تلكم الشواهد التي ترونها في البر والبحر؟ من الذي خلق الناس وأماتهم؟ من الذي يرزقكم من السماء والأرض؟ إنه العظيم جل جلاله وحده لا شريك له. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من الذي جعل الماء أصل النماء وعنصر الحياة وسبب البقاء إلا الله؟ من الذي أخرجه من الأرض وأنزله من السماء إلا الله؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. من الذي جعل لكم الليل سكنا والنهار معاشا؟ إنه الله. من الذي يعطي ومن الذي يمنع ومن الذي يخفض ومن الذي يرفع إلا الله؟ الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الله عز جاهه وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه، في السماء ملكه
وفي الأرض سلطانه، وفي البحر عظمته، وفي النار قوته، وفي الجنة رحمته. سبحانه، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو على كل شيء قدير، هو نور السماوات والأرض، هو المجيد، هو المقيت، هو المقتدر، هو الجبار، هو المتكبر. سبحانه، لا إله إلا الله، ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. من الذي يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويذل من يشاء ويعز من يشاء إلا الله سبحانه وتعالى. من الذي يسمع عنات المضطهدين ودعوات المضطرين وصرخات المحتاجين إلا الله؟ الله هو من تشرئب الأعناق وترفع الأكف إليه ضارعة، تستمطر رحمته وتستنزل نصرته. إنه الملجأ إذا أغلقت الأبواب، ومعقد الأفئدة والأبصار إذا وسدت الدروب. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. أين نحن أيها الإخوة من التدبر في آيات الله؟ أين نحن من التدبر في أنفسنا؟ من الذي ركبنا هذا التركيب البديع وصورنا فأحسن تصويرنا؟ إنه الله. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هل نظرنا في الكون وصنعته وفي المخلوقات وإبداعها؟ هل تفكرنا في السماوات ورافعها وفي الأرض وباسطها؟ هل تدبرنا في الأرزاق ومقسمها؟ سبحانه، من إله عظيم الشان. أإله مع الله؟ حاشا وكلا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قلت ما سمعتم فاستغفروا الله وتوبوا إليه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وخافوا معصيته، واطيعوا أمره، واشكروه على نعمه وفضله. أيها المسلمون، يحدو بي الشوق وأنا أتحدث عن عظمة الرحيم اللطيف صاحب الأمر والتصريف. إنه الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. ارتفع ميزانه وجمل إحسانه وكثر امتنانه. إلهي إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. حزبه منصور وعدوه مدحور وخصمه مبتور، يسحق الطغاة ويدمر العتاة ويمزق من آذاه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم، يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا: يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، وأهلك فرعون ومن معه، فصامه موسى شكرا لله فنصومه شكرا لله.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. وقال حين سئل عن صيام يوم عاشوراء قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع، ولكنه مات عليه الصلاة والسلام. فالأفضل من صام هذا اليوم أن يصوم يوما قبله، ومن فاته يوم تاسوعاء فليصوم يوما بعده غدا، ومن صام يوم الجمعة يوم عاشوراء هذا اليوم فلا إشكال، والله غفور رحيم. وهذا اليوم يوم عظيم، يوم نجى الله فيه موسى ومن معه. وقصة نجاة موسى ومن معه عليه الصلاة والسلام: فرعون طغى وتجبر وعلا في الأرض، فحاصر موسى، لأن الطاغية الظالم ليس له إذا فقد الحجج والبراهين فما عنده إلا القوة والسلطة، لكن الله فوقه سبحانه. فحاصر موسى إلى اليمن، إلى البحر، أمامه البحر وخلفه فرعون ومن معه. فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. لكن انظر إلى صاحب الإيمان، صاحب القوة والبيان عليه الصلاة والسلام موسى، قال: كلا رجع وجزم، إن معي ربي سيهدين. فأمره الله أن يأخذ العصا فيضرب البحر فيشق البحر نصفين، يشقه الله سبحانه، فيمر موسى ومن معه ويهلك فرعون ومن معه. كلا إن معي ربي سيهدين، ما يقولها إلا صاحب الإيمان، والذي جعل في قلبه خوف الله، أنه لا يخاف إلا الله ولا يعز إلا الله، ما يخاف من أحد، يتوكل على الله. إذا أتتك المصيبة، أتاك الهم وأتاك الناس يخوفونك بالمصيبة، قل كلا إن معي ربي سيهدين، الله ينجينا. لكن قصرنا في حق الله وقصرنا في عظمة الله، نذهب إلى فلان وعلان نشكو حوائجنا. لما لا تشكو إلى الله حاجتك؟ تقوم قبل الفجر بساعة، بنصف، بربع، تدعو الله، ادعو الله بحاجتك، قل يا رب اشفني أو أعطني أو ارزقني. الله هو الرزاق وهو الخالق وهو المدبر، وهو على كل شيء قدير، ويغير الحال من حال إلى أحسن حال. الذي أوجدك من عدم قادر على يعطيك كل شيء، لأنه الله جل وعلا. صلوا وسلموا على خير عباد الله محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يحيي قلوبنا بطاعته، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، إنه حسبنا ونعم الوكيل. اللهم نسألك أن تجزي آباءنا وأمهاتنا عنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا رضاك والجنة. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اعداء الدين يا كريم يا رب العالمين. اللهم امنا في الاوطان واصلح الحكام وانشر الاسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.